بس هتبقى غلس غلس غلس. ماشي. عارف الغتاتة المركزة، عارف أسانس الغلاسة، عارفها. هو ده اللي احنا عايزينه. بس في حاجة مهمة يا جماعة، دكتور يلعب على دكتور ما ينفعش. لا مش هجيها ليه؟ فين الدكتور احمد سوية؟ دورنا عليه ما لقيناهوش فجبنا البديل. بديل الراجل ده بالذات؟ طب هنعمل ايه؟ لازم نتصرف. ده راجل يا جماعه. طيب ماشي ماشي. بس الراجل ده واخد 4 دكتوراه في الجيولوجيا ومؤلف 12 كتاب. ما احنا عشان موضوعنا النهارده فيه علاقه بس هو راجل غلس بيكره الفنانين قوي. ده بجد؟ بس انا وغرور جدا، وانا موقفي ما يسمحش ان انا كل مره ما اقدرش اشوط فيه. فانا جات لي فكره كويسه قوي المره دي. انا هتفق معاك على علامه. اوكي، اما اعمل لك كده شوط انت فيه براحتك. شوط فيه براحتك. احنا على الهوا يعني، خش اتكلم بطلاقه. هتكلم فرانكلي سبيك يعني، هتكلم ان انا بس انا مش عارف انتقم منه. انا اما اعمل كده. انتوا جبتوه قبل كده مره ولا حاجه ولا حلقه وبهدل الدنيا بس. طب وايه يا رائد قاعد في فرعيت هنا ولا ايه؟ اهلا وسهلا نور. اهلا وسهلا الدكتور عزت ابو عوف. استاذ لمعي الشجيع. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. احنا جاهزين يا جماعه، اتفضلوا. السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قال إيه على الهوا. أرقام التليفونات عندكم على الشاشة. النهاردة يا جماعة عندنا فنان عزيز علينا جدا، استمتعنا بموسيقاه وبفرقته، واستمتعنا بأدواره من خلال أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وهو حائز على جائزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم أسرار البنات، الفيلم الذي حاز على 20 جائزة دولية. معنا الفنان الدكتور عزت أبو عوف. اهلا يا دكتور عزت، وبنهنيك على الجوائز دي اللي انت بجد تستحقها عن جدارة، ومبروك على فيلم أسرار البنات. وعايزين نرحب بالدكتور لمعي الشجيع وبنقول له الحمد لله على السلامة بعد عودته من أمريكا. دكتور لمعي، يا ترى ايه الجوائز اللي انت حصلت عليها؟ لا أنا لم أحصل على جوائز، لأن سعادتك تعلم إن العالم ملوش مكانة في الدنيا الجهلة اللي احنا عايشين فيها. احنا سيبنا الجوائز بقى للإخوة الفنانين ويكسبوا الملايين، احنا علماء. يعني قصد حضرتك ان الفنانين ما يستحقوش ياخدوا جوائز؟ نسيب الإجابة للدكتور عزت أبو عوف. لا أنا هقول لحضرتك حاجة يا أخي الفاضل. معلش اسمح لي أتكلم حضرتك. زمان الممثل المشخصات اللي ما كانوا بيسموه يعني مشخصاتي، لما كان بيروح المحكمة ما كانش بيتاخد بشهادته. ده مظبوط. هو هيعلم الدكتور كده يعني، كان زيه زي الأوراداتي. بس ده كانوا ساعتها حضرتك كانوا اجهل من اللي حضرتك بتقول انهم جهله دلوقتي بتهيألي، ولا ايه رايك؟ والله هنقول لحضرتك حاجة، أنا الكلام ده أنا مش أنا اللي بقوله. إحنا طلعنا إن العلم ليه مكانة كبيرة، بنفاجأ بنلاقي فيه تغيرات في المجتمع. أنا مش قادر افهمها. حضرتك قلت انه الفنانين يعني اللي هم اللي بيتسابوا علشان مش عارف ايه، والجهله او طب انا معلش هسال حضرتك سؤال وبرضه لو تقدر تفيدني فيه، لان انا يجوز اكون جاهل شويه ومش عارف. اتفضل. المفروض العالم يبقى معفن قوي في شكله، سوري اكسبريشن معفن، بس لازم يبقى سايب دقنه طويله كده ومزيت وكده. دي علامه من علامات النجوم في العلم. حضرتك عايزني اجاوب؟ بليز. العالم مش في دقنه، العالم جوه. طبعا. انا ايه فرق ان انا المع؟ طب ثانيه واحده معلش، معانا اتصال وبقينا نستأنف حديثنا. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. مساء الخير يا استاذ حسين. يا اهلا وسهلا. دولة علي المنيل. يا اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقه انا متعاطفه مع كلام دكتور لمعي جدا، لانه فعلا عالم عظيم وله مكانه علميه رفيعه، وانا يشرفني اني كنت واحده من تلامذته. وفعلا الناس ما بيقدروش الكفاءات العلميه الفذه، وبيجروا ورا الممثلين والمغنواتيه اللي بيتنططوا ويتشقلبوا ويدولهم جوائز. جايين تستضيفوا ممثل مع دكتور لمعي. ايش جاب لي جاب يا
يا استاذ حسين، وكمان الممثل ياخد جايزه ودكتور لمعي لا. معك دولة علي، المانيا، القاهره. طيب ده كان الموجز، وان شاء الله نبقى نسمع النشره بعدين. يا فندم ده برنامج محترم واحنا كل واحد ليه راي. هنرجع بعد الفاصل يا جماعه ونستأنف حديثنا. فاصل قصير ونعود اليكم فورا. لازم نصفي الخلاف وارجوك نتكلم شويه باحترام مع بعض. حسين لا ثانيه. انا استاذنكم في حاجه، يعني احنا الاختلاف في الود لا يفسد الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضيه كويس. انا اذا كنت يعني حسيت ان انا يعني لا تطاولت، حضرتك دخلت في فانا شمال يعني فظيعة انا يعني بعتذر لك يا دكتور، لا يعني مفيش بجد حاجة، حقيقي يعني مفيش حاجه بجد والله. وارجو وارجو ان انت لا يعني ارجو ان حضرتك تكون عندك سعه صدر يا يعني عم ساعة الصدر بعد اذنك متوفرة، بس يعني. انا عايز اسالك سؤال بجد، انت تخصصك في انهي برانش من برانشات الجيولوجي؟ ده اللي انا عايز اعرفه بجد والله. هجاوب عموما أرجوك يعني انت اعتذرت خلاص الحمد لله. تمام اوكي. السيدات والسادة مرة أخرى مع الإيه على الهواء، نستأنف حديثنا مع الدكتور الفنان الكبير عزت أبو عوف والأستاذ لمعي الشجيع. دكتور عزت، يا ترى إيه المفاجأة اللي أنت بتوضبها لجمهورك في الفترة القادمة؟ والله مش مفاجأة ولا مش بعد حاجة. اذن حضرتك مفاجاه. اصل كلمه مفاجاه دي يعني يا اما هيخترع اختراع او يعني هيحقق انجاز يعيد البشريه، ده المفاجاه يعني. معلش انا اسمح لي اذا كنت الراجل ده يعني لا يمكن يكون عالم على فكرة خالص. طب معلش يا جماعة، دكتور معانا رسالة بصوت والصورة تهمك، تعال نشوفها ونستأنف حديثنا حالا. أنا من أشد المعجبين بالفنان عزت أبو عوف، وبعتبره فتى أحلامي لأنه فنان كبير وجذاب ومحترم، وبصراحة أنا بحبه قوي. أظن مفيش شهادة أكتر من كده. يا بيه أديك يا شايف بيه يا بعد دكتور اذن عزت؟ حضرتك دي مريضه نفسيه. مريضه نفسيه. ما انا هقول لحضرتك مريضه نفسيه ليه؟ يعني لما دي ما في حد مريض نفسي غيرك. ما انا هقول مع احترامي طب ليك يا اسمح دكتور. لي يعني لما دي تقول ان انا معجبه بالفنان المشخصاتي، واخد بال حضرتك، وتترك العلم طب والعلوم. نسيب الرد للدكتور يعني عزت. ده- نسيب الرد للدكتور ده عزت. هو ده الجهل بعينه على فكره يعني. نسيب الرد احنا سيبنا للدكتور عزت. العلم لحضرتك وسيبنا الله الدرايه يخليك. لحضرتك وسيبنا الله المعرفه يخليك. لحضرتك. لو عايزينه خدوه ما ملوش لازمه عندنا هو خلاص. فعلا بالنسبه لو جه من حد زيك هيبقى ملوش لازمه خالص. يعني لو يعني يا اما يجي من حد بيحترم علمه وبيحترم الناس اللي قاعدين معاهم، ودي اعتقد انها اولى صفات العالم، يا اما يبقى قلته احسن من اوله لاخره. لا هو الراي ما يعني انت يختلفش. قصدك ان الفن ملوش لازمه في الحياه؟ يعني انا عايز دكتور عزت يجاوب على الحكايه دي. ازاي؟ مين مش قادر اقول الكلمه، يعني مين بودان طويله وبينهق يقول ان الفن ملوش لازمه؟ اذا بتتكلموا انتوا بتهرجوا ده سؤال كتر كمان. خيرك يا سيدي، كتر يعني خيرك. يعني ما غلطش في حاجه دكتور كتر عزت. خيرك. ده حتى البقر اكتشفوا ان هو بيضر اللبن اكتر لما من سمعوا مزيكا. تمام يعني صح. اللي مش فحضرتك لما هيقولوا له عايز نظريه تلغي ده فيثاغورس. خالص، مش كده؟ لا ده راي حضرتك يعني ده راي حضرتك. طب رايك انت ايه؟ انت ما قلتليش ولا حاجه مفيده لغايه دلوقتي على فكره، انا مش فاهم. ما هو اساسا يعني انا شايف. طيب نلتقي بعد الفاصل، فاصل قصير ايها الساده ونعود اليكم فورا بعد الفاصل. مش هينفع ما هو مش هينفع يا جماعه. لا مش هينفع، مش كل حلقه يجي يعمل معانا كده. لا مش معقول. لا ما ينفعش. لا من فضل حضرتك انا عايز اقول حاجه. احنا على هوا يا دكتور، على انت هوا. حضرتك بتقول رايك انا بزعل، كل واحد يقول رايه. ايوه انا ما بقولش رايي ورغم زعل، ان انت راجل حضرتك انا ما مستفز زعلتش. للغاية لا يعني. انا يا شوف انا اقول لحضرتك حاجه، رغم ان انا برضو ما زعلتش، انما برضو في الاول وفي الاخر بقول لحضرتك حقك عليا. في اكتر من كده يا حاجه؟ النيل على حقك ما عليا. انت بقول لحضرتك ايه؟ انا ما اقدرش اقول لحضرتك غير ان انا اسف يعني. طب وبعدين في الليله مش المطلوب انا اعمل اكتر من كده يعني. طب ارجوك يا دكتور خلاص، احنا عشان بس نخلص البرنامج ما يتكررش ثاني. مضطر امسك اعصابي يا استاذ حسين. هو اللي يمسك ده مجنون الراجل ده على ممكن فكره. كلمه اعتذار للدكتور عزت. انا بقول له انا بعتذر له. نحترم بعض بس. السيدات والسادة، نعتذر عما بدر منا في الفترة اللي قبل دي، ودلوقتي هنتابع الحديث. والحقيقة أثناء الفاصل الدكتور اعتذر وأبدى إن لا 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 حضرتك مين؟ انا اعتذرت؟ اعتذرت لمين حضرتك؟ اعتذرت الدكتور عزت أبو عوف. يعني انا هعتذر على حاجه انا ما عملتهاش؟ مستحيل. أمال إيه؟ بصراحه بقى يا استاذ حسين ما تزعلش مني، المفروض انت اللي تعتذر لي. اعتذر لك ليه؟ لان المفروض أنا دوست على رجلك عشان لا، ما انا أعتذر هقول لحضرتك اعتذر لي ليه؟ لان مش المفروض تجيب عالم كبير زيي وفي نفس الحلقه تجيب واحد مشخصاتي. يا ما سلام. ينفعش. يا سلام. احب اقول لك ما انا هقول بقى لحضرتك من خلاص فضل يا عزت. حضرتك عزت. من فضل حضرتك خلاص من فضل إحنا على التزم الهوا. حدودك. التزم حدودك. التزم حدودك. خلاص اتفضل اتفضل يا جماعه، فاصل اعلاني ونعود اليكم فورا. ايه ده؟ اتفضل اقعد.
اتفضل اقعد. اتفضل البيت. لا 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 في أنا مش برنامج قاعد. لازم لا نستمر لا انا فيه. مش لا 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 سوري خلاص يا عزت، معلش معلش استنى استنى. ده بني ادم بشع. احنا بنتكلم انجليزي واحنا ما يا بنتكلمش عم اقعد انجليزي. ساكت بقى وانت بتعرف. اصل انت عايز اقول لك ان انت فعلا إنجليزي هي، مش يا مسألة دكتور انت إنجليزي. بجد غلس، بجد غلس. انا غلس؟ ايوه انا غلس؟ انت بجد بقى بقول لك فعلا من غلس فضل حضرتك ولا سمعت؟ غلس. يا دكتور عيب كده، يا دكتور عيب كده، يا دكتور من فضلك، يا دكتور، يا دكتور والله من فضل حضرتك. اتفضل الهوا. يلا اتفضل يا جماعه انتوا جننتوا. هوا ايه؟ منديل من فضلك ولا اي مايسرين. اتفضل اقعد هنا. انت غلس بجد، انت غلس غلس. اتفضل يا دكتور. من فضل حضرتك ما يصحش، ما يصحش يعني ما إيه؟ يصحش، انت غلس. ما يصحش، ما يصحش يا بقول لك غلس. ما يصحش، انت فعلا غلس. ما يصحش بقول لك. وانا فعلا لا خلاص يا عزت، خلاص خلاص والنبي. لا 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 خلاص. معلش يا دكتور عزت. خلاص خلاص والنبي هنطلع اهو دلوقتي. عشان الهوا لو سمحت. اتفضل يا دكتور. معلش طب خلاص. حاولوا بس ايه يا حسين. أيوة. قد الموقف. طيب حاضر سمحتوا. حاضر خلاص. اتفضل يا غلس، اتفضلوا. اتفضل يا غلس. ما يصحش كده. هتصوروا كده؟ انتوا اتجننتوا في مخكم. انتوا بتعملوا ايه؟ بصوا ايوه بيزرعوا السيدات عليك. والساده، عدنا معاكم على الهواء وكل شيء تمام. ودلوقتي احنا ايوه معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا بتصل مخصوص عشان اسال. ايوه الميه اللي على وشكم وعلى هدومكم انت والدكتور دي جت منين؟ السقف بينقط. معلش يا جماعه حصل. طب دكتور عايزين نهدي الموقف ونسمع حاجه مع بعض. وانا من رايي ان نسمع اللي بدعته الفنون. بدأت الجنون. انا الراجل ده طول ما موجود هنا لا مش لا هعمل حاجه. لا والله هنسمع من العظيم. الدكتور مش عزت. هموته بحق يلا حقيقة. طب بدأت نسمع دي، الجنون. نسمع دي مع بعض. حياة امي هموته بجد. انت فاكرني طب بهرج؟ نسمعها بس مع بعض عشان نبين للناس ان احنا كفنانين عندنا حضاره اكتر. اتفضل.